نورتونا اليوم الحمد لله. And it's amazing that Allah subhanahu wa ta'ala can bring people together. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هنا في سياتل، والحقيقة النهاردة أو في سياتل أو بشكل عام موضوع مش ألوان بس، ومش يوم للناس يعني اللي انتوا عارفينهم، لكن كمان هنا ما شاء الله في سياتل فيه كمان إسلام وناس بتصلي وصلاة جمعة وأعداد بالمئات والآلاف بتتوجه للمساجد في كل الصلوات، وطبعا صلاة الجمعة تحديدا. أنا هنا أهو في أحد المساجد، وده كمان مش مسجد كبير، هو بس عشان قريب من الأوتيل بتاعي، لكن في مساجد أكبر من كده وفي عدد أكبر. عايز أوريكم بس إنه إحنا موجودين، المسلمين موجودين، وتجربة صلاة الجمعة بالنسبة لي في مدينة أخرى وفي ولاية أخرى وفي بلد أخرى برضو تجربة سرية. شوفوا يا جماعة، ده المكان، ده المسجد اللي موجود في سياتل، احد مساجد سياتل. ما شاء الله الاعداد كبيره جدا، ده غير كمان الناس اللي خرجت من جوه، وانا ما لحقتش اصورها. اهو هناك اهو ناس ماشيه كتير، وما شاء الله طبعا في عدد كبير من المصريين موجودين النهارده. حتى الامام يعني قال ان دي اكتر صلاه جمعه فيها عدد مصريين، طبعا عشان المباراه انتوا عارفين في ناس جايين من مدن تانية وولايات تانية علشان يعني تتفرج على المباراه في سياتل. لكن ما شاء الله هنا المسلمين من كل الجنسيات، من كل الجنسيات اهو، جنسيات افريقيه وامريكيه واسيويه، وطبعا عرب كتير جدا ومصريين كتير جدا. وشايفين الاعداد ما شاء الله، رجال وسيدات واطفال وعجائز وبنات، كله موجود. وما شاء الله ربنا طبعا يعز الاسلام ويعز المسلمين، ودايما كده يعني احنا محافظين على قيمنا ومحافظين على عاداتنا ومحافظين على تقاليدنا في كل مكان. ما تقلقوش يعني، ما تقلقوش لا على المصريين ولا تقلقوا على المسلمين ولا تقلقوا خالص. هم اي حد بيعمل اي نشاط او اي شيء هو خلاص بيعمله بعيدا عن الناس، يعني كل واحد هنا حر، كل واحد هنا في حاله. لكن دي صلاة الجمعة، ودي يعني مظاهر الناس النهارده. على فكرة يوم عمل زي ما انتم عارفين في امريكا، الجمعة يوم عمل، في ناس بتاخد اجازة من شغلها وقت الصلاة تيجي تصلي وترجع تكمل شغلها تاني. شايفين الناس وشايفين الاعداد ما شاء الله في كل الاتجاهات ناس. وزي ما بقول لكم ده كمان مسجد صغير، ما بالك بقى لو في مسجد كبير. المسجد ده كنا جوه مثلا حوالي مثلا 1000 مصلي. في مساجد كبيرة ومراكز اسلامية بيبقى فيها الاف. لسه الناس عمالة تخرج، ولسه يعني المصلين بيخرجوا من المسجد. شايفين العدد. دي كانت يعني تجربة صلاة الجمعة في سياتل، والحقيقة زي ما بقول لكم انك تصلي، وتحديدا الجمعة في مكان تاني غير بلدك او المساجد اللي انت متعود تصلي فيها، وخصوصا لو كانت يعني مجتمعات مش اسلامية، بتشوف حاجات وبتشوف خبرات ما بتشوفهاش في بلدك. بتشوف مظاهر بتخليك متمسك اكتر باخلاقك وبدينك وبمبادئك وغيره. بتشوف ناس عايشه في وسط مغريات كتير، ومع ذلك متمسكين بدينهم ومتمسكين بمبادئهم واخلاقهم، رغم ان كل حاجه سهله وكل اي حاجه غلط تتعمل سهله ومجانيه ومتاحه في كل وقت. فهو ده الاسلام الحقيقي، وهم دول المسلمين الحقيقيين. يعني قبل ما اختم هسيبكم تشوفوا اخر يعني لقطات للمسجد والمصلين وهم خارجين، ولسه توافد كبير. يعني حاجه تشرح القلب وحاجه تفرح، وان شاء الله نتقابل دايما كده في لقطات مبهجه. السلام عليكم.